ركز معايا. كلام مين؟ كلام علام. يلا بينا. فيديو النهارده هو العيال بتوع شبرا. العيال دي بيفضلوا يتخانقوا كده ويقولوا كلام انا معرفش من كوكب تاني ولا ايه. وازاي انا مش فاهم ازاي اشرف زكي سايبهم والله. ده انا شفت شويه حاجات انتوا هتشوفوها دلوقتي بتستغربوا. تعالوا نشوف. خش يا ابن التيت، عايز ترميني ورا الحديد؟ اهو بدايتها. كل اي مشهد يبدأوه لازم بحكمه من بتوعهم. اهو ابن التيت اهو. عايز ايه؟ طب ليه؟ مش هو ايه ده ولا حاسس الفلوس؟ شفت والله بيلحس الفلوس. هتيجي؟ خلاص يابا يلا، انا عارف اخليكي تبصي ازاي. هو ايه العبط ده؟ ده ايه ده بقى؟ يعني زمان كان عشان حبيبته تبص يجي يغني لها تحت البلكونه، يجيب لها هديه مش عارف ايه، اطلبها دلوقتي بالطوب ويد عشان تبص له. ايه ده؟ مش كفايه سايبينك تبيع الهباب اللي انت بتبيعه؟ انا قلت لك كذا مره انا اولى من الغريب، والهباب اللي انا ببيعه ده ممكن ابدله بورد ودباديب. دباديب؟ شكلك كده عايز تضربه وانا هنزل اربيه. ولو التربيه هتيجي منك انت فانا مرضي. عيب يا جدع اللي انت بتعمله ده، انا واقف شايف الموضوع من اوله والبنت عماله تكلمك بكل ادب وانت مش مراعي انها بنت منطقتك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا اول مره اشوفك هنا، انت مين يا؟ بصراحه كده انا مش من المنطقه. هو كش مره واحده كده ليه؟ بس انا كنت واقف بشتري حاجه من هنا وشفت الموضوع من اوله، فقلت انا هحط نفسي واي حد مكاني يعني هيحط ايه احط نفسي دي؟ معناها ايه الجمله دي اصلا؟ نفسه. لا يا راجل هو عجبتني، وانا بقى هديك ضريبه انك تحط نفسك. استني يا ستي بقول لك بتهور مش تخلي بالك. معلش بس انت ايه اللي جابك هنا؟ انت شكلك مش من هنا، وبعدين ده واحد شراني بتاع مشاكل. شراني؟ حبيبي يا شراني. طب وغلاوة امي لا ندمه على اليوم اللي شافني فيه. بس انت قولي لي رقمك بس. ايه ده؟ لا ايه ده بجد؟ هو من ايه لايه ومش لسه بيدافع عنها ومش عارف ايه؟ هات رقمك. عكس انت في ايه ولا ايه؟ امشي بقى لحسن حد يشوفني من اهلي واقفه معاك. ماشي انا ماشي، بس لما اخف هجيلك. انت في البلكونه دي. وبعدين ثانيه واحده بس، بقول لها دمه متعور، مفيش نقطه دم في وشه. فين الدم ده؟ يا يوسف يا يوسف. ايه يا عم بابا على الصبح لسه الصبح؟ هو انت نايم يا اسطى وما عرفتش اللي حصل من ساعتين؟ ايه اللي حصل؟ سايب بتاتا جه مع البنت اللي ساكنه على الناصيه وعيل غرباوي اتحط لها راح معوره، والموضوع طلع ترند في الشارع. انت مش واخد بالك الست ساعه بقى له كام يوم وزي ما عملها مع الغريب هيعملها معانا. لا احنا مش هنستناه يعملها معانا، انا هنعملها له وانا عارف هنعملها له ازاي. يلا بينا. يلا يا عم وبع. الشارع كله يسمع البنت ياما اللي ساكنه في البيت ده تخصني، واي دخل هيحب يحط لها نفسه يزعل على نفسه. اللهم بلغت اللهم فشل. بقول لك ايه وانت مفكرني اسيب حقي؟ لا سيبني لك الطلعه دي. انا مش فاهم هما بيفضلوا يتكلموا ويرقصوا. هو بيرقص وهو بيتكلم ولا بيشكل؟ امال انا سكران فجأة اول ما مسكوه كده ليه؟ ماشي ده فيديو، تعال نشوف الفيديو التاني. ما تكيش على خنطريش يا. اهو شفتوا؟ لازم يبدأوا المشهد بحكمة من بتوعهم. كمبر على الشط. بت ما اسمعش صوتي، نظام الصمت حلال حلال من ديني هركبها لك لو حد سمعك. امسك يا محمد وجعت لنا بدي فطار ودول سجاير ودول لزوم مصاريف بكره. بقول لك ايه، خد الشنطه. ده بيوزع قدام الفلوس كمان، وايه محدد ده الفطار وده الفلوس بكره. مش ده راجل منظم قوي، حرامي جامد. بقول لك ايه، خد الشنطه يا شاطره. يلا يا شاطره من هنا. سكي كده دي؟ هو ايه اللي يلا يا شاطره من هنا وبتاع؟ بقول لك ايه، يلا هات الفلوس بدل ما اخلع اللي في رجلي واديك بقى على وشي. تدي مين على وش يا بورس يا جعان انت؟ يلا يا بت من هنا. ده انت حلوه الشبح. سكي عمال تقول لها بورس وجعان ويلا شاطره من هنا وايدك عليها. مالك يا عم في ايه؟ شايف نفسك حلو على ايه؟ وكمان بتقول لها ان هي اللي بورس جعان. ما انت ايه شبعان؟ عشان بس ابقى فاهم، لما انت شبعان وهي اللي جعانه خدت الفلوس ليه؟ كده بترد على نفسها ولا ايه؟ انت شبعان؟ شبعان ليه؟ انت شبعان يا جعان؟ ايه الكلام ده يا جدعان؟ جعان مين يا شلق وملق وطبيخ والدلق؟ هو اي كلام ورا بعضه وخلاص. طب انا هوريك اللقطه دلوقتي ب 175 قرش. الراجل ده قلت لكم منظم او محدد. 175 قرش ووزع فلوس. انت كنت شغال محاسب ولا ايه؟
انت مين يا حلو عشان تحط نفسي؟ مش لازم تعرف انا مين، انا شفت الغلط ولازم اتصدق. صدق برضه يحط نفسه يا جدعان، يحط نفسه ده انا عاوز افهمها، يعني ايه حد يكتب لي يا جدعان يعني ايه يحط نفسه دي؟ انا اول مره اسمعها في حياتي. طب روح صدرها للي يقدرها. طول ما زاد وزيل على الساحه هشغلكوا في النقل والسياحه. ثالث مره. ده عادي عادي. زياد، انا عايزه فلوس عشان عايزه اروح الدرس. فلوس يا ست هاني، ما انتوا ما بتشبعوش فلوس. انا مدي فلوس يا حلوه لامك قبل ما انزل. ده بقى اغرب واحد شفته. ده الكلام يهبط معاه، يسقف تسقفتين يطلع تاني بالمستوى. بص هتشوفه دلوقتي يتكلم كده يطلع تاني يروح طالع بالمستوى بتاعه. تعالوا هنشوف. وقالت انها مديك المصروف بتاعك، الفلوس اللي انت عايزاها. هو فعلا ماما ادتني فلوس ده؟ بس وقعت مني. متاكده ان هم وقعوا منك؟ العلم نظره عينيكي بتقول غير كده. وين الشنطه دي كده؟ فعلا معكيش فلوس. امسكي يا حلو، فلوس اهو. وبعد كده خلي بالك من الفلوس، مش مال سايب اهو. يلا خدي بعضك وامشي. الله يسامحك يا عم، شكرا. بيفكرني البتاع ابو زنبلك دي اللي كنا بنشغله واحنا صغيرين، شغاله ويفضل تيك 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 تيك. برضك اللي فيك يا محمد يا وجيه. قلت لك ما تعورش الواد، قلت لك يا عم لما نيجي نرازي حد الدم لا. اعمل ايه يا عم بايكه؟ ما هو انت سبب. الدم لا، احنا نتخانق نضرب نعمل نسرق اي حاجه الا الدم. الدم حرام يا جدعان. الله كل اللي احنا فيه دوت يا اسطى، والواد جاي يمد ايده عليك، عايز نقف اسقف له يعني ولا اعمل؟ كمان بتسقف يا جدعان وكله هيفضل يسقف كده وخلاص. ليه؟ وفي قفله الحوار انت السبب في كل ده. لو ما كنتش رصيد البنات ما كانش كل ده حاصل يا عم. لو على البنات ولا مش انت اللي قايل له يسرق ومش عارف ايه يا جدعان دي؟ انا كده اعرف اصرف معاهم، لكن على الواد اللي انت خبطته انا بره عني الحوار ده. مش جديد عليك يا بايكه، انا ما كنتش مستني منك حاجه اصلا. انا قوم بالواد والكتيبه شبهه. يلا بينا يا زياد. يا زياد يا وزيل. يا زياد فيها جزر، في حاجه ولا ايه؟ يا عم انزل. ايه اللي في وشك ده؟ نزل. وايه اللي في وشه انت كمان يا جدعان؟ اتعور ايه؟ الواد ما سليم اهو. فين اللي جاب دم بالدم ومش عارف ايه؟ الواد وشه عادي اهو يا جدعان. نزل. في ايه؟ عايزك في موضوع مهم يا عم زياد. موضوع يا جزر؟ وبعدين اللي عامل في وشك كده؟ يا حبيبي انت مصمم؟ ده مصمم برضه اللي في وشي في حاجه. يا حبيبي مفيش حاجه وانت هتستعملها. طب كيس كاتشب ولموا الموضوع بقى وخلاص. انت هيستعمونا؟ طلع على النبي يا عم زياد، وعايزك تتملك اعصابك كده يا اخويا. انا شفت اختك الصبح يا اخويا، عيال بيفتشوها وعايزين يقلبوها في فلوس، وكان معاه واحده صاحبتها، فانا اتدخلت يا اخويا خدت بالدماغ، وانت عارف اخوك على ايه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا جزر؟ هو انا نرجع تاني راجل التسقيف. اخي من يعلم ولا ايه؟ لا يا اخويا اختي ما قالتليش. فين العيال دي يا جزر؟ وانا فعلا اختي اتاخد منها فلوس وعملت لي البحر يتحيل الصبح يا حلو، وقالت لي الفلوس وقعت مني. يبقى انت كده يا اسطى على صح. فين العيال دي يا اسطى؟ ولا نروح لهم؟ انا عارف العيال دي فين يا اخويا، وتعالى نروح لهم، بس نسوي حالنا. يلا يا جزر خليها على الله. بس انت يا بويكا مش جدع. الواد بيحط لك نفسه اصلا وانت بتخلف نفسك منه. برضه بيحط نفسه يا جدعان بقى. يحط نفسه دي يا جدعان، دي يا جدعان يعني ايه يحط نفسه؟ انا وربنا ما فاهم. حد يكتب لي يا جدعان وربنا ما فاهم ايه يحط نفسه دي. بقول لك احسن بره عنك اي حوار مالكش دعوه. ازاي يعني؟ يا عم حسام دي مش جديده عليه، فسيبه بقى يابا الله يسهل له. يا اسطى كنت انت سبته والله العظيم عشان انت فعلا يا اسطى مش جدع. السلام عليكم يا اخواتي، اخبار؟ بالله عليك يا اخويا مفيش بنزين هنا قريبه عشان العربيه بتاعتي بس عطلانه. طب ما انا اقول لك على حاجه يا ابن الحلال، البنزيمه بعيده من هنا بتاع 150 متر، هنيجي انا والرجاله دي نزقها معاه. لا يا اخويا انا ضهري وجعني والله معلش. طب انا تعبان والله العظيم مش عارف اقول لك ايه. هو ايه اللي ولا تعبان؟ مش انت اللي قايل الاقتراح؟ هو ايه العبط ده؟ ربنا ما فاهم، في حاجه غلط. انا عارف يا ابن الحلال. هاجي معاك يا اخويا، انا رايح اكسب ثواب مش زيكم وعالم جلابيه. تعالى يا اخويا. الراجل رايح يعمل ثواب بعد الخناقه والسرقه والدم ومش عارف ايه، رايح يعمل ثواب في اخر اليوم. هو جامد الراجل ده، حد سرقه وضرب ودم ومش عارف ايه، وفي الاخر بيقفل بثواب عشان يغطي على كل اللي فات. والاسامي مفيش واحد اسمه محمد احمد ولا اي حاجه. ده اوزيل ومش عارف ايه، كبريته وولاعه وايه الاسامي دي اصلا. يا ريت تدعمونا بلايك واشتراك في القناه عشان نقدر نكمل. احنا كده هنكمل يعني، بس مش عارف هو لازم يتقال كده. يلا اشترك في القناه وفعل الجرس ما تنساش. سلام مع الله. Let the end